يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين ايه الجمال ده والحلاوة دي كلها؟ ايه ده بس يا جماعة؟ نفسك في حمام والحمام ب150 جنيه؟ تعالوا بقى، السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حمام كداب بوراك الفراخ يا جماعة، من غير ورق حراري، من غير ورق فويل، من غير ما نسلقه، بأسهل طريقة ممكن تتخيليها. وبصوا، وحشوة مش عايزة اقولك يعني، مش هتبطلي ابدا تعمليها من كتر حلاوتها وطعمها. والكل هيسالك لو عملتيه في العزومات، محدش هيقدر يفرقه من الحمام ابدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت الوراك بتاعتي، غسلتها كويس جدا بليمون ودقيق، ونقعتها في المحلول النقع بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. اللي ما شافش محلول النقع يخش في الفيديو بتاع البط والمحشي، هيلاقي محلول النقع. محلول النقع ده بيخلي طعم الفراخ ما فيهاش زفارة ابدا ابدا ابدا. تعالوا بقى في حتة الخلي بتاع الورك. لو انت مش هتعرفي تخليه، طبعا احنا محتاجين هنا سكينه رفيعه. لو انت مش هتعرفي تخليه، خلي الراجل بتاع الفراخ يخليهولك احسن. لو انت هتعرفي، بصي احنا بنطلع بس العظمتين، العظمه اللي في الفخذ والعظمه اللي في العصايه، بس كده، بطريقه سهله زي ما انت شايفه. واللحم بتحافظي على اللحم، وزي ما انت شايفه كده قدامك. خلاص، انا عايزاكي لما تيجي تكسري العصايه بتاعت ال- اللي اسمها ايه، العصايه بتاعت العصايه العصايه اللي هي بتاعت العصايه بتاعت الورك، تسيبي حته في تحت في الاخر، حته صغنططه كده، ماشي. اول حاجه احنا بنشيل الحته اللي ومش هنرمي الحاجات اللي احنا طلعناها دي، مش هنرميها. تعالوا شوفوا ده احنا هنعمل بيها دلوقتي ايه. اصبروا بس عليا عشان الفيديو ده، لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك، لان لايكاتكم دي هي اللي بتوصل لك الفيديو، وهي اللي بتخليني اتشجع واعمل لكم فيديوهات كتيره بصراحه. انا بحبكم جدا جدا وبحب كلامكم. واللي لسه بقى مشتركش على الفيسبوك، على صفحه نودز كيتشن وز هند عمر، على صفحتي على اليوتيوب هند عمر، على التيك توك هند عمر. حبايبي بحبكم جدا جدا كلكم، على راسي، وانا بحبكم جدا ومبسوطه جدا من التفاعل بصراحه بتاعكم. والحاجات دي بتشجعني وبتخليني اعمل لكم فيديوهات كتير. بصوا انا خليت الورك يا جماعه، بصوا بمنتهى السهوله والله العظيم، على فكره ما تستصعبيهاش ابدا ابدا، سهله جدا وبسيطه. تعالوا بقى، بعد ما خلينا، انا طبعا جايبه هنا 5 وراك. بعد ما خليتهم بقى هعمل ايه؟ بصوا ما شاء الله الورك بقى فرخ. هنضرب بقى بصلتين في الكبه او بشوريهم. هحط روزماري، وهحط ورق لوري وحبهان وملح وفلفل، وهحط طماطميه كبيره. انا عايزه هنا بس ميه البصل والطماطم والروزماري والملح والفلفل والحبهان والورق اللوري، عايزه اتبل بيها اللي وراك بعد ما خليتها تمام. هنتبلها بقى ونسيبها عبال ما نعمل الخلطه بتاعتنا. بصوا هنا بقى انا هسلق الحاجات اللي طلعت من الفراخ لسكاي القط بتاعي، بس كده. وحطيت التفل اللي طلع. بصوا انا عندي هنا بواقي في التلاجة في الفريزر. انا لما مكرونه بشاميل اللي بعملها بيفيد من عندي بشاميل، بحطه في الفريزر. بيفيد عندي مكرونه، بحطها في الفريزر. فيد عندي لحمه مفرومه، كبده. بصوا هنا انا عملتها بلحمه مفرومه وكبده، لو تلاحظوا دي كبده ودي لحمه مفرومه، وعملتها ومحدش حس ولا حد خد باله. وشويه بشاميل على الوش كده، وشويه لبن كده على الوش، يطروا كده المكرونه ويخلوها جوسي. ودخلتها الفرن على درجه حراره 250، خدت 10 دقايق في الفرن وطلعت زي الفل. هنا بقى تعالوا بقى الخلطه بتاعه الرز اللي تنفع للحمام، تنفع للبط، تنفع للفراخ، تنفع لاي حاجه. ضربت بصلتين كبار عشان انا هعمل 5 توراق، ضربت بصلتين كبار في الكبه او بشوريهم، حطيتهم من غير اي ماده دهنيه خالص لحد ما لون البصل بتاعي يبقى لونه بني فاتح. انزل بالماده الدهنيه، سمنه او زيت، انا هنا بطبخ بزيت يا جماعه. نزلت بالزيت، وبعد كده تنزلي بكميه فلفل اسمر محترمه، وبعد كده تفضلي تشوحي، وملح طبعا. وبعد كده تنزلي بالكبد والقوانص. انا هنا كبدتين وقناصتين مشولي الحال بصراحه، حشولي ال5 توراق. وبعد كده بعد ما شوحت ولون الكبده والقناصات اتغير معايا، نزلت على طول بالرز بتاعي. وتنزلي بقى بمكعب مرقه كده زي ما انتم شايفين، ورق لوري وحبهان، وتظبطي ملحك وبس. بصوا الشوربه تحفه. انا طبعا سالقه الحاجات دي السكاي القط بتاعي بقى، بفتفتها له كده. خلاص بقى، بصوا هنا الفراخ كل ما اتبلت كل ما كانت احلى واحلى. بصوا كده اللي وراك بقى اتبلت معايا. هنبتدي نحشي من غير ورق حراري، من غير خله، من غير ورق فويل، من غير سلق، من غير اي حاجه. احشي الورك ولفيه كده زي المحشي او زي الرول، بس. بصوا باسهل طريقه، مفيش اسهل من كده. بصوا العضميه بقى اللي تحت دي احنا محتاجينها، هقول لك دلوقتي ليه. عشان واحنا بنلف
يكون فيه حته تحت كده زي الحمامه، بصوا زي اكنها راس الحمامه كده، ايوه كده، بصوا، ايوه كده. وكتري الرز لان ده مش حمام يعني، هنا كتري الرز مش هيفرقع ولا اي حاجه، ما تخافيش. تعالوا بقى هنجيب اكياس حراريه بس مقاس كبير. بصوا انا هنا حشيت الخمس اوراق. بصوا بقى بنفتح الكيس وبنرص اللي وراك فيه من غير ميه ومن غير نقطه ميه، ونرصهم جنب بعض ونلزقهم في بعض. هنا انا جيت احط الخامس جنبهم لقيت الكيس مش مظبوط، فقمت حاطاه هنا. وتقفليه وتتنيه كده من تحت وتظبطيه كويس، ايوه. وتقفليه بقى بالقفلات اللي بتيجي معاه، وتتني الحته اللي بره الصينيه دي تحت حطيها تحت. ودخليه الفرن على درجه حراره 250، ولعي من فوق ومن تحت مع بعض. اول ما يحمر من فوق اطفي من فوق وسيبيه بقى ساعه في الفرن. هياخد منك ساعه او نص ساعه بالكتير، وهتلاقي الرز استوى. طبعا الرز نسيت اقول لكم ان الرز مستوي نص سوا، الرز مش مستوي سوا كامل. اوعي تسوي رز سوا كامل عشان ما يبقاش معجن جوه الحمام بتاعنا. بصوا السمنيه نازله تحت في الصينيه تحفه، الرز مستوي، الفراخ مهلبيه. مش عايزه اقول لكم على طعمها بجد، جربوها تغيير في الاكل. يعني مش غاليه، دلوقتي الحمام بقى ب 150 جنيه. لا احنا عملناه بطريقه سهله. بصوا الفراخ مهلبيه بجد مهلبيه، والرز مستوي وعسل كده ومفلفل وجميل. طبعا بتقدميه بالشكل ده. بقيت الرز اللي فاض انا سويته وحطيته تحته كده طبعا كان سخن مولع، انا ايدي اتشوت بصراحه. ودي المكرونه، بصوا يا جماعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان الكل